لو طفلك بيزن كتير وبيعيط بشكل مستمر أو بيرمي نفسه على الأرض أو بيخبط راسه في الحيطة، في الحالات اللي زي كده الأم تتصرف ازاي؟ بس قبل ما أقولك هنتصرف ازاي لازم الأول تعرفي هو طفلك بيعمل كده ليه. الطفل بيعمل السلوكيات الخاطئة أو الغريبة دي علشان حاجة من دول: يا إما بيحاول يلفت الانتباه ليه، أو هي دي طريقته في التعبير عن غضبه وانزعاجه، أو بيستخدمها كوسيلة في الضغط عليكم في أي حاجة هو عاوزها وانتم رافضينها، أو الطفل ده حاسس بالغيرة، أو الأب والأم نفسهم بيتعاملوا بعصبية زايدة مع الطفل فالطفل اكتسب منهم نفس السلوك، أو الطفل بيعاني من فرط في النشاط الحركي، أو انتم دلعتوه زيادة، أو إصابة الطفل ببعض الاضطرابات في السلوك زي التوحد والاندفاعية وعدم السيطرة. طب هنتصرف معاه ازاي؟ لما الطفل يزن أو يعيط أو يخبط راسه في الحيطة برضه مش هنفذله اللي هو عاوزه، لكن هحاول أأمن البيئة اللي حواليه وفي نفس الوقت ههديه واحتويه واهتم بيه أكتر. رقم 2: هعلم الطفل كلمات وجمل يعبر بها عن مشاعره بدل الزن والعياط. 3: هبطل أنا أسلوب العصبية والنرفزة والضرب معاه. 4: هعامل أطفالي كلهم معاملة واحدة علشان محدش يحس فيهم بالغيرة. 5: هحاول أشترك لطفلي في أي نشاط يطلع فيها طاقته وحركته. 6: لو الطفل كرر نفس السلوكيات هوديه لأخصائي.